السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في سؤال يتكرر منذ 7 سنوات: منذ متى تحتل الفصائل التابعة لتركيا مدينة عفرين؟ ولماذا هذا الصمت الدولي الطويل؟ هل أصبحت غزة والفاشر وحتى حوادث السير في عواصم أوروبا أكثر أهمية من مدينة تسرق يوما بعد يوم؟ عفرين منذ عام 2018 تغير كل شيء. المدينة التي كانت تعرف بعاصمة الزيتون السوري تحولت إلى صحراء مقطعة الجذور. هجر أهلها الكرد وصودرت بيوتهم واقتلعت أشجارهم. في كل زاوية هنا حكاية عن نهب، عن خطف، عن معتقل لا يعرف مصيره. حالات الاعتقال اليومية باتت جزءاً من المشهد، ومع ذلك لم تصدر أي إدانة حقيقية من منظمة دولية واحدة، فقط بيانات قلق متكررة لا تسمن ولا تغير شيئاً من الواقع. يقول أحدهم إن جاره خرج من بيته عام 2019 ولم يعد حتى اليوم، وآخر يروي أن أشجار الزيتون التي ورثها عن والده بيعت في الأسواق التركية. بين هذه الشهادات يبدو الصمت الدولي أشد وطأة من الاحتلال نفسه. يقول القانون الدولي إن الاحتلال جريمة، وإن مصادرة أملاك المدنيين انتهاك، لكن في عفرين لا تستخدم من هذا القانون سوى كلمة واحدة: القلق. كأن القلق أصبح ذريعة جديدة لتبرير الغياب. في المقابل حملات عالمية تتواصل بلا توقف من أجل غزة، لكن عفرين بقيت خارج كل الشاشات. لا صور، لا بيانات، لا غضب. في إحدى القصص التي وصلتنا، شاب كردي دخل معتقلا في عفرين، خرج بعد فترة عجوزا بالكاد يستطيع السير. عائلته تقول إنهم لم يعرفوا إن كان حيا أو ميتا طوال تلك الفترة بسبب التعذيب المستمر في السجون، ومنها سجن الراعي والسجن الأسود. ولا يقتصر الأمر على هذا الشاب، وإنما الكثير سواء من الرجال والأطفال والنساء. هكذا تختصر المأساة، مدينة ضائعة بين صفقات السياسة وصمت العالم. عفرين اليوم ليست عنوانا للنسيان فقط، بل جرحا مفتوحا في ضمير عالمي بارد. مدينة تنتظر أن تعود رائحة الزيتون إليها وتشرق من جديد شمس الحرية على جبالها.